كل اللي بذكره إنه ما شفت حالي إلا واقف برا قدام الباب، وشفت الجامعة بينهار قدامي والبيوت والناس عم بتصيح. هذا بتتذكر. لكن بنفس اللحظة يعني ما كنا فينا نساعد حدا ولا فينا نتحرك لأي مكان. أنت شو صار معك الإصابة بالضبط؟ انكسرت إجري وجرح صار فيها. طبعا أنت الأضرار اللي صابتك هي انهار عليك سقف ولا حيط ولا لا بيوت؟ حيط. انهار عليك حيط، ما ضليت تحت الركام، أنت مباشرة طلعوك يعني؟ فورا طلعت. نعم، نحن كنا نايمين، حسينا بهزة بسيطة أول شيء، بقالنا مثل الهزات العادية يعني. وقت القوة قمنا رقدنا لبرا، قمنا شفنا البيوت حوالينا عم بنهدم، قمنا وقفنا على السطوح تحت المطر وتحت البرد بين ما تهدنت وما فينا نهرب من لأي مكان. لا حتى انقطعت نتف الهزة، قمنا نزلنا لتحت يعني بصعوبة. قعدنا شوي تحت بين ما اجى عمي واسعفني للدركوش. هو فوق باب الدار عنا في صف بلوك، وقع علي على اجري. هذا اللي صار. البيت اللي ساكن فيه انهار شيء؟ لك تأذى كتير. لحالك تصوت بالعيلة؟ لا، وامي توفت. امك توفت كمان؟ كنت منهار، ما ذاكر شيء يعني، كله كان فجأة وبلحظة يعني كالحلم صار. حاليا ايش حاليا معك؟ هلا الحمد لله عم بتعالج. اجرك مكسورة ولا هلا مكسورة، عم بعالجها بالمي والملح. معالج فيزيائي قال لي الدكتور، قال لي مدة أسبوع وبرجع براجعهم في دركوش. الله يعطيك العافية يا رب، الله يعافيك والحمد يا لله رب. على سلامتك. الله يسلمك يا رب.